الريلز تعتبر هي من احلى التولز اللي انت تقدري تستخدميها عندك في البيزنس بتاعك علشان تكبري الصفحه بتاعتك وتزودي المبيعات بتاعتك. فانا النهارده هديكي زي ميني كورس كده يعلمك ازاي تقدري ان انت تعملي a good strategy for your page، وازاي كمان تقدري ان انت تستغلي الريلز افضل استغلال علشان تقدري ان انت تكبري الصفحه بتاعتك. بس قبل ما نبتدي خليني اعرفك بيا. أنا اسمي سارة القاهري، وأنا أؤمن وبشدة إن البنات يستاهلوا إن يكون عندهم كل المعلومات اللي هم محتاجينها عشان يكبروا البيزنس بتاعهم. عشان كده أنا عندي الشانل دي، هتلاقيني كمان موجودة في كل حتة، انستجرام، تيك توك، فيسبوك، وعندي كمان البودكاست بتاعتي هبتدي إن شاء الله أرجع أنزل عليها very soon، فهتلاقيني موجودة في كل حتة وبديكي all the information that you need. ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك للفيديو دوت علشان تشوفي يجيلك أبديتس على كل الحاجات اللي أنا هعملها لك. في الفيديو دوت أنا هتكلم معاكي في كذا حاجة. أول حاجة هنغطي توبيك زي إزاي تكبري الصفحة بتاعتك باستخدام الريلز. تاني حاجة هنتكلم عليها هي ليه شويه ريلز بنزلها عندي على الصفحه بلاقي ان هي فيها ريزلتس، وريلز تانية بنزلها عندي على الصفحه بلاقي ان مفيش اي ريزلتس. لما بيجي ابص على اي صفحه لكلاينت انا ماسكاله البيج او في كونسلتيشن، اول حاجه بتسال عليها على طول انا مش عارفه ايه المشكله. احنا عندنا مشكله، والمشكله دي انا مش فاهمه فيه ايه. انا بمشي ورا الترندز وبحط ميوزك كويسه ومفيش اي نتيجه انا شايفاها. حتى لما الفيديو بيجو فايرل محدش بيشتري. الاجابه على طول بتكون احنا لازم قبل ما نيجي نعمل اي بيس اوف كونتنت عندنا على البيج نبقى فاهمين اول حاجه انا بخاطب مين، ابقى فاهمه معنى كلمه الاستراتيجي وايه هي نوع الاستراتيجيز اللي انا محتاجه اعملها عشان اقدر ان انا اعمل كونتنت ناجحه عندي على الصفحه. علشان نوصل لدي تعالي ناخد بقى مع بعض ستيب باي ستيب كده المفروض ان انت تعملي ايه. الريلز تعتبر ممتعه جدا بالنسبه لاي حد قاعد على اي قناه في السوشيال ميديا. انت قاعده على الانستجرام، انت قاعده على تيك توك، انت قاعده فين؟ انت ماسكه موبايلك قاعده بتقلبي ومبسوطه ومستمتعه باللي انت بتتفرجي عليه. دوت بيخلي ان انت بتقضي وقت كتير جدا على البلاتفورم دي، وفي نفس الوقت بيجذب انتباهك جامد جدا اكتر من الصور والحاجات القديمه اللي كانت بتنزل زمان على انستجرام. احنا من ساعه ما تيك توك طلع وابتدى ان هو يكتسح السوق، بقت الريلز والتيك توك فيديوز والفيديوهات عامه اللي بتتعمل هي الليدر بتاعنا في انواع الكونتنت اللي بتتعمل. والحاجه الحلوه ان احنا عندنا انواع مختلفه من انواع الكونتنت احنا ممكن نعملها تحت اصلا الامبريلا او البند بتاع الريلز. فانت لما هتيجي تعملي كونتنت ريلز فقط انت كده قدامك انواع كتيره جدا من المحتوى. نفس الكلام ينطبق على ان انا لما باجي اعمل كونتنت للصفحه بتاعتي كلها بيبقى عندي انواع مختلفه من الكونتنت. ممكن انزل في الستوري، ممكن انزل كاروسيل، ممكن انزل ستاتيك بوست، حاجات كتيره جدا ممكن تنزليها عندك على الصفحه. however احنا في الفيديو النهارده هنتكلم على ريلز فور ا ريزن. انت الريل تقدري ان انت لو انت عندك ريلز استراتيجي لوحدها تقدر ان هي تشيلك الصفحه وتبيعي تماما، بعكس مثلا الكاروسيلز، بعكس الستوريز لما باجي اعمل لها استراتيجي عشان ابيع ببقى معتمده ان الناس دي اوريدي عارفاني وبني علاقه معايا فابتدي ان انا ابيع. بعكس الريلز انواع الريلز اللي عندنا فيها حاجه اسمها فانل. الفانل دي هي ايه؟ المراحل اللي العميل بتاعي بيمر بيها عشان يبتدي ان هو يشتري مني. فانا عشان عندي انواع مختلفه من الريلز فانا عندي اقدر ان انا من نقطه رقم 1 ل10 انا كل النقاط ديت انا بخاطب بيها العميل بتاعي بشكل كويس وبتكلم فيها في الريلز بتاعتي. هنبتدي في سؤال رقم 1 الا وهو ساره، ازاي ابقى فايرل؟ ازاي انزل بوست عندي على الصفحه ريل كده اهو بكره الاقي نفسي ما بعرفش اعمل تكتكه بالايد دي، بس بكره الاقي نفسي خلاص وصلت ال1,000,000 فيو ومش مصدقه نفسي؟ هقولك انت كبزنس اونر عيب عليكي ان انت تبقي عايزه تجو فايرل. هي ديت الاجابه الصحيحه. تعالي ناخد كده وراء الكواليس ونشوف ليه انت از بزنس اونر عايزاكي تركزي وتغيري اصلا المايند سيت بتاعتك لما تيجي تفكري انت عايزه ان انت تركزي في ايه. از بزنس اونر انا عايزاكي تغيري طريقه تفكيرك وعايزاكي تغيري انت بتفكري ازاي، علشان احنا از بزنس اونرز لما عارفه المثل اللي بيقول لك فولورز ولا مش عارفه ايه doesn't pay the bills، هو بالظبط كده. ان انا لو طلعت فايرل دوت مش حاجه اكيده ان انا هبيع، مش حاجه اكيده ان انا هوصل للناس الصح. طيب انا المفروض اعمل ايه؟ as a business owner انت مطلوب منك ان انت تبصي على الماتريكس الصح، علشان لما انا يبقى عندي هدف معين ابص عليه صح هقدر ساعتها ان انا اعمل التغيرات اللي انا محتاجه اعملها عشان اكبر في البيزنس بتاعي. وهو ده بالظبط اللي انا عايزاكي تعمليه. عايزاكي تبصي على الماتريكس الصح اللي هيوصلنا للحاجه الصح. طيب برضو انا ما جاوبتش على السؤال، ليه لما انت يجو فايرل ما بيكونش فيه نتيجه كويسه؟ هقول لك يا ستي ليه. when I go viral انا دلوقتي بعمل كونتنت جميله ولطيفه وظريفه، والكونتنت دي طلعت ل10 اشخاص. ايه اللي بيحصل وراء الكواليس بقى عند انستجرام بيحط الناس في حاجه اسمها كلاسترز، مجاميع. فبيحط مجموعه رقم 1، مجموعه رقم 2، مجموعه رقم 3. مجموعه رقم 3 فيها ساره شافت الفيديو عجبها. ساره مش من الفئه المستهدفه بتاعتي بس ساره شافت الفيديو عجبها. انستجرام هيفهم ان الفيديو دوت ممتع لكلاستر رقم 1 فهيطلع لمجموعه رقم 1 الفيديو بتاعي، وهكذا. المجاميع كلها اللي شبه ساره اللي هي اصلا مش من الفئه المستهدفه بتاعتي هي اللي هتشوف الكونتنت.
عندي كلاينت هي بتعمل واخده اكشلي كورس، وهي بتعمل كونتنت عندها على البيج، وغلطت ان هي عملت فيديو بتتكلم على مشكله العميل بتاعها وازاي العميله تحلها. بس الغلطه كانت ان الفيديو ما كانش بيخاطب العميل، كان بيتكلم بشكل جينيريك. فايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ان الفيديو وصل ل1.5 مليون مشاهده، بس ال1.5 مليون مشاهده كانت مش من الفئه المستهدفه بتاعتها. فاللي حصل ان دوت اكشلي قتل لها التفاعل قدام، عشان لما بقت بتعمل محتوى بيخاطب الفئه المستهدفه بتاعتها ما عجبتش الناس اللي اتفرجت، اللي جات لها من الفيديو الفايرل، فبقتش بتتفرج. انستجرام فهم ان الفيديو دوت مش، ان القناه ديت ما بتعملش كونتنت كويسه، راح ايه موقع علينا الريتش بتاعنا. وهو دوت بالظبط اللي بيحصل لما انت تبقي عايزه تجو فايرل، والفوكس بتاعك بس ان انت تبقي فايرل من غير ما يبقى عندك استراتيجي. لما بيكونش عندي استراتيجي بستهدف الفئه الغلط، فبكبر في الناحيه الغلط، وبيبقى صعب جدا ان انا ارجع تاني للدايركشن الصح. فانا رول رقم 1 كبزنس اونر، انا بركز على المبيعات مش على جوينج فايرل. اهم حاجه انا هركز ان انا ابيع كويس، مش ان انا اجو فايرل. ومش كل الفولورز بتوعي هيجيبوا لي مبيعات، يعني دي برضو كومن مسكونسبشن. الناس بتتخيل ان انا لما هجو فايرل سبحان الله هبيع. لا، هي ما بتشتغلش كده. لازم اوصل للناس الصح اللي عندها احتياج للمنتج بتاعي، فلما يشوفوا المنتج بتاعي ييجوا يشتروا المنتج بتاعي. السؤال التاني اللي بتسأله، اعرف منين ان انا عندي مشكله عندي على الصفحه؟ ده سؤال كويس جدا. لما انت تبقي بتنزلي محتوى عندك على الصفحه وانت ما عندكيش استراتيجيه وما عندكيش دايركشن، هتلاقي ان في كذا حاجه بتحصل لك. اول حاجه، انت بتشوفي المنافسين والناس التانيه بتنزل ايه وبتعملي زيهم، بتشوفي الترندز اللي شغاله ايه وبتعملي زيها، وبعد كده بتلاقي ان انت ما جالكيش اي نتيجه، وانت مش فاهمه انا ليه منزله نفس البوست زي الصفحه دي بالظبط ومش جايلي نتيجه. والحقيقه ان انت مش جايلك نتيجه علشان كل براند جوه مخ الكاستمر بتاعي بتبقى ليها مكانه معينه. فانا حتى لو اخدت نفس المحتوى ونفس الاستراتيجيه بتاعت براند تانية ونزلتها عندي على الصفحه، هلاقي ان هي مش هتجيب نتيجه عندي. ليه؟ عشان الكاستمر مش بيفكر فيا زي ما بيفكر في البراند التانية. مكانتي في مخ الكاستمر مختلفه عن مكانه البراندز التانية، ودي حاجه تعتبر سلاح ذو حدين. ان انت لما بيكون عندك استراتيجي وتمشي في دايركشن صح، ده بيسمح لك ان انت تكبري وبتبقى البوزيشننج بتاعك قوي جدا في السوق. لما انت ما بيكونش عندك استراتيجي وبتمشي في الدايركشن انا بقلد الناس اللي حواليا، بلاقي ان انا مش بيجيلي اي ريزلتس. السؤال بقى اللي يعتبر ب1 مليون دولار، هل انا ممكن ابيع اي حاجه باستخدام الريلز؟ الاجابه هي يس يس يس. ليه بقى؟ لما بقى انا باجي اعمل استراتيجي عندي على البيج بتاعتي، انا بعمل كالاتي: ببتدي ان انا هشوف ايه هي الرسائل المحدده اللي انا هبعتها عندي على الصفحه، وبعد لما بشوف الرسائل المحدده اللي انا هبعتها عندي على الصفحه، بشوف ايه هي انواع المحتوى اللي تناسب الرسائل دي، وابتدي ان انا اعرض الرسائل ديت من خلال المحتوى. فانا هبعت رساله في الستوري بشكل معين، وهبعت رساله في الصوره اللي انا هنزلها بشكل معين، وهبعت رساله من الريل بشكل معين and so on. يعني فانا لما هاجي هعمل المحتوى بتاعي اللي هيحصل هيبين. لما هاجي هعمل المحتوى بتاعي هبتدي ان انا هبص على الكونتنت بتاعتي وهسال نفسي، انا دلوقتي عندي الريلز، انا عندي انواع مختلفه من الريلز، كل نوع ريل بيوديني لهدف معين. فانا اقدر ان انا بشوف الرساله بتاعتي بخلطها وبحطها في نوع الريل اللي انا عايزه انزلها وبتنزل. يعني ايه الكلام ده؟ انا عايزه ابيع، هروح عامله ريل بياع واقول للناس تعالوا اشتروا البلوزه ديت، يلا تعالوا اشتروها. الناس هتخش تشتريها. ليه؟ عشان انا عامله ريل بياع، ريل تو جو فايرل. هعمل كونتنت اسمها انترتيننج كونتنت، هعمل كونتنت انترتيننج لطيفه قوي، الريل هيجو فايرل، وهكذا. فالفكره ايه؟ ان الريلز هي الاداه الوحيده او الطريقه الوحيده من خلال المحتوى بتاعي على انستجرام اللي اقدر ان انا اعرضها بكذا شكل ويكون ليها كذا بيلر. ما هي البيلر؟ اللي هو نوع البوست، اللي هو النوع بتاع الريل. احنا عندنا كذا نوع من الريل. فانا لما باجي اعمل محتوى عندي على الصفحه باخد بالي ان انا الريلز هي الاداه اللي اقدر ان انا اعرضها بكذا شكل، ويبقى في كذا نوع عندي في الريلز. فبقدر ان انا اخلق علاقه ما بيني وما بين الفئه المستهدفه بتاعتي، احط مكانتي في مخ العميل بتاعي، اخلي العميل بتاعي يفكر فيا لما يتخلق عنده الرغبه ان هو يبقى عايز يشتري، وفي نفس الوقت واخر حاجه ايه، بخلي ان الكاستمر بتاعي يقدر ان هو يشتري مني وبتزود لي المبيعات بتاعتي. فانت لو نزلتي فقط ريلز عندك على الصفحه بتلاقي ان انت عندك نتيجه، وبتلاقي ان انت بتعرفي تبيعي من خلال الريلز بس. ودوت طبعا يدخلنا في البوينت الثانيه، ازاي اقدر ان انا احسب السكسس بتاعي من خلال الريلز. انا لما بعمل ريلز عندي على الصفحه، الحاجه الاهم اللي انا ببص عليها هي ايه؟ هي المبيعات. هل انا ببيع ولا لا؟ احنا بيحصل لنا سيزونز كتير على فكره حوالينا، يعني مثلا اول يوم العيد الناس كلها بتنزل محتوى فتلاقي الريتش عالي مثلا، فبيحصل حاجات كتيره
حوالينا عماله تتغير، بتغير في الانجيجمنت وبتغير في الريتش بتاعي وبتغير في كل الماتريكس اللي موجوده عندي على الانستجرام اكاونت بتاعي. however لو انا ما عنديش مشكله في المبيعات يبقى انت ماشيه زي الفل. تعرفي هنا ان انت بتعملي المحتوى الصح اللي بيخلق علاقه كويسه ما بينك وما بين الفئه المستهدفه بتاعتك، وبيسمح لك ان انت تقدري تبيعي وتقدري انت اجان توصلي للهدف بتاعك اللي هو ايه؟ اللي هو البيع. كتير جدا كلاينتس بيجوا لي في السيشن يقولوا لي انا الريتش بتاعي واقع، انا مش عارفه ايه المشكله. لما بخش اصلا عندهم على الصفحه بلاقي ان الريتش مش واقع ولا حاجه. احنا ما بنحسبش السكسس بتاع بوست واحد على بوست واحد. يعني انا النهارده لو نزلت بوست وما جابش نتيجه يبقى انا كده فشلت؟ لا، ممكن يبقى البوست دوت الهدف بتاعه ان هو يعمل لي حاجه غير الريتش. انا مثلا كساره عندي على الصفحه هتلاقي ان انا في فيديوهات عندي واصله لمليون فيو وفيديوهات تانية واصله ل 5000 فيو. ال 5000 فيو دي بتبقى يوجوالي ريلز عايزاها توصل لناس معينه، وبتخش من ال 5000 ده بتجيب لي 100 ل 200 اوردر، فانا مش متضايقه. بس ممكن يبقى من بره باين ان هو ايه ده، الفيديو وصل ل 5000 فيو، ما هذا الفشل. وان ان رياليتي احنا ما بنحسبش اجان السكسس مش بيست خالص على بيجي لي كام فيو الريتش بتاعي، سكسس بيست على ارقامي. واحنا زي ما اتفقنا احنا عندنا انواع مختلفه من انواع الريلز. فانا النهارده ممكن انزل بوست يكون بيخلق علاقه ما بيني وما بين الفئه المستهدفه بتاعتي، بوست تاني يجيب لي ناس يبتدوا ان هم يتعرفوا على البراند ويحبوني، بوست تاني يجيبني يخلي ان احنا نبقى كده بنحب في بعض وفي علاقه ما بيننا وما بين بعض، بوست تاني يخلي الناس تخش تشتري، بوست بعد كده يقول للناس ما تعملوا لي ريفيوز اند سو اون. فاللي بيحصل ايه؟ ان كل البوستس عشان هي ليها اهداف مختلفه فانت بتحسبي السكسس بتاعهم بشكل مختلف. لما انا بعمل بوست مثلا عشان يجيب لي يخليني اجو فايرل، انا هتاكد ان اي وانت فايرل. لما اعمل بوست عشان ابيع، الريزلتس بتكون البيع مش الفيوز بتاعتي. عشان كده في اول التوتوريال ديت وفي اول الفيديو دوت انا كنت بقول لك ايه، انا عايزاكي تفكري وتغيري طريقه تفكيرك ان انا هبقى مركزه على ان انا عايزه ابيع مش ان انا عايزه اوصل لفيوز عاليه. طيب هنخش بقى للسؤال الجولدن عندنا، ازاي اقدر ان انا اعمل استراتيجي للمحتوى بتاعي وازاي اقدر ان انا ابيع من خلال الريلز بتاعتي. انا عامله لك الكورس بتاع الانستجرام ريلز، هو اول كورس معمول في الريجن، مش بيركز على ان هو بيعلمك التسويق، مش بيركز على صناعه المحتوى. الكورس بيعلمك ازاي تعملي استراتيجي، بتفهمي ازاي اقدر ان انا اعمل محتوى هادف يخلق علاقه ما بيني وما بين الفئه المستهدفه بتاعتي، بغض النظر انت هتنزلي مره في الاسبوع، مره في الشهر، ولا هتنزلي كل يوم. لو انا مش ماشيه باستراتيجي مش هوصل للنتيجه بتاعتي. الكورس دوت هتتعلمي فيه ايه؟ هتتعلمي فيه ازاي تبيعي من خلال الريلز المنتجات بتاعتك. مش لازم تطلعي بوشك، مش لازم تعملي فوتوشوت غاليه، مش لازم تعملي اي حاجه معقده غير ان انت تبقي فاهمه نوع المحتوى اللي انا هعمله ايه. الكورس كمان بيوريكي ازاي تصوري بكاميرا الموبايل لو انت عايزه ان انت تصوري. ده سكشن صغير قوي عشان معظم السكشنز مركزه على الاستراتيجي، وكمان في سكشن تاني بيعلمك ازاي تستخدمي الاي اي في صناعه المحتوى. فعندك سكشنز كبيره قوي بتتكلم على ازاي تعملي استراتيجي، ودوت هو الكور بتاع الكورس بتاعنا، ودي اكتر حاجه احنا بنركز عليها. وبعد كده بنعمل كونتنت تانية بتوريكي ازاي تقدري ان انت تصوري وتطبقي الكلام دوت. الكورس دوت احنا اي لانشت من سنتين ولحد دلوقتي هو لسه ماشي كويس وبيجيب للبنات ريزلتس كويسه. ليه؟ عشان انا مش بعلمك في الكورس دوت ايه الخوارزميات وايه اللي بيحصل في الابديتس بتاعت انستجرام كل اسبوع. انا بعلمك ازاي تعرفي مين هي الفئه المستهدفه بتاعتك وازاي تعملي محتوى يلمس الفئه المستهدفه بتاعتك. دوت بيخليكي ان انت النهارده حصل ابديتس في الخوارزميات ولا بكره حصل مش عارف ايه، انت مالكيش دعوه. ليه؟ علشان انا عارفه ان انستجرام بيشتغل ازاي، هو عايز الناس تقعد عليه كتير. فطول ما انا بعمل محتوى بيجذب الفئه المستهدفه بتاعتي، طول ما الناس اللي انا عايزاها تشوف المحتوى بتاعي هتشوفه وهيتفرجوا عليا وهيحبوني. فببساطه انت عشان كده مش محتاجه ان انت تجري ورا الترندز، مش محتاجه ان انت تعملي اي حاجه، انت بس محتاجه ان انت يبقى عندك استراتيجي قويه للريلز، تبعتي الرسائل الهادفه عشان تقدري ان انت تبيعي كويس وتوصلي للاهداف بتاعتك. وهو ده بالظبط اللي انت هتعلميه في الكورس. الكورس معمول مخصوص للبزنس اونرز، فانت هتلاقي ان الكورس مش بيعلمك اساسيات التسويق. الكورس سبيسيفيك جدا ان انت عندك بزنس، ما عندكيش وقت ان انت تقعدي تسكرول على انستجرام 50 ساعه في اليوم عشان تبصي تشوفي هتنزلي ايه النهارده. تعملي بلان، البلان ديت ليها هدف معين، بتحسبي الهدف دوت اتحقق ولا لا. لو اتحقق هنمشي في نفس الدايركشن، لو ما اتحققش هنشوف احنا ليه مش ماشيين صح، هنغير وهنرجع تاني. فهو كورس يعني يعتبر جولد ماين، واحنا باي ذا واي عاملين عليه ديسكاونت. كل ما بيطلع ابديتس انا بزود الابديتس ديت على الكورس من غير ما تحتاجي تدفعي اي مبلغ زياده. وبنعمل كمان اونلاين سيشنز، لو عندك اي سؤال بتقدري ان انت تساليني فيها من خلال الكورس بعد لما بتخلصي سيكشن 2 مش من الاول. فالكورس افيلبل، نازل دلوقتي عليه ديسكاونت حلو قوي. فلو انت عايزه تاخدي مكانك في الكورس دوسي على اللينك اللي تحت في الديسكربشن واحجزي مكانك. الكورس دوت از literally a gold mine، انت مش عايزه ان انت تفوتيه عليكي.
ثانك يو ان انت حضرتي معايا الفيديو لحد دلوقتي. انت احنا بقالنا كتير جدا مع بعض، فثانك يو سو ماتش. اي هوب ان الفيديو يكون عجبك. قولي لي في الكومنتس انت بتبيعي ايه وايه هي اكبر مشكله بتواجهك، وانا هرد عليكي، وهشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب.